Oregon 911. I would like to order a pizza at. You called 911 to order a pizza? شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم، ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. عوارك صيني نشتف بالحبر، عوارك صيني. المثال اللي شفناه لمتصلة بتتصل بال 911 عشان تحصل على خدمة من خدمة الطوارئ، رغم ان هي طلبت طلب خاطئ وهو انها طالبة بيتزا، الا ان دوت يمثل علاقة ما بين طرفين، وهو السيرفيس كونسيومر والسيرفيس بروفايدر. السيرفيس كونسيومر هنا بيمثلها هذه الطالبة اللي بتطلب الخدمة، والسيرفيس بروفايدر هو اللي بيقدم هذه الخدمة واللي بنحاول يقول ان الخدمة دي موجودة او مش موجودة. يعني المتصل دوت هو ممكن يكون جهاز كمبيوتر اللي هو عبارة عن ويب سايت بيطلب سيرفيس من ويب اي بي اي موجودة بتخدمه في مكان تاني. ممكن تكون ويب اي بي اي بتكون another ويب اي بي اي، ممكن تكون سيرفيس بتكلم سيرفيس تانية. الجزء الاولاني ده بنسميه سيرفيس كونسيومر. ليه؟ لان هو بيطلب خدمه من حد عشان يعمل لها كونسيومينج. بالظبط، انت بتطلب البيتزا عشان تاكلها خش خش خش، وبعدين يحصل ايه؟ البيتزا بتنتهي، يبقى انت كونسيومينج البيتزا. انت بتطلب خدمه عشان ترجع لك مجموعه من الداتا وتعمل دايجيشن للداتا ديت، تعمل لها كونسامشن على الطرف اللي عندك. الطرف اللي عندك دوت ممكن يكون الكونسامشن انك تظهر الداتا دي على اليو اي، او لو كانت سيرفيس انك بتاخد الداتا دي وتعمل عليها شويه مانيبيوليشن وتطلعها تاني، زي ما تطلب مثلا ارصده حسابات موظف خاصه بشهر، وبعد كده بتطلب مثلا الاقساط اللي عليه عشان تطلع له المفروض يدفع كام بالنسبه للشهر دوت. كل دوت انت بتعمل كونسيومينج للسيرفيس. السيرفيس بروفايدر دوره ايه؟ انه لما يستقبل الريكوست دوت يشوف هل الريكوست عنده ولا لا ويرد عليه. واللي هنا بيمثله هذا الشخص اللي تلقى الطلب، واللي بالنسبه لنا احنا في عالم المايكرو سيرفيس هو عباره عن سيرفيس اخرى بتقدم هذه الخدمه، واللي برضو ممكن تكون ويب اي بي اي بالمناسبه. يبقى دي العلاقه ما بين السيرفيس كونسيومر والسيرفيس بروفايدر. في مكالمه ال 911 هنلاقي ان الصوت لازم ينتقل ما بين الطرفين المتكلم والمتصل به، بتتحول من صوت الشخص المتكلم عشان تمشي في النتورك وتوصل للطرف التاني عشان يستقبل هذا الاتصال. طب بالنسبة للنظام عندنا هنا ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان احنا عندنا مجموعه من اللايرز اللي ممكن يكون معظمنا دارسها قبل كده، او ممكن يكون ناس بتشوفها لاول مره. بس الفكره في الموضوع ان اللايرز ديت هي اللايرز اللي بتمر فيها الداتا واحده واحده لحد ما تتنقل على الواير او على الكوميونيكيشن لاير، واللي زي احنا هنا بتمثل بالنسبه لنا اللينك لاير زي ما احنا شايفين تحت. طيب خلينا نطلع لاول لاير ونفهم مع بعض ريكوست بيتبعت ازاي. تعالوا نبص للريكوست اللطيف اللي جاي لنا دلوقتي. تعالوا نبص للمثال اللي قدامنا دوت عشان الدنيا توضح اكتر. دلوقتي الكلاينت بيبعت ريكوست بيقول اللي هو hps/your-domain/product-catalog، وبيبعتها على انها من نوع جيت. هذا الكلام عشان يتفهم لابد من بروتوكول يتفهم على اساسه. البروتوكول ده بيمثله بالنسبه لنا هنا ايه؟ ما نسميه الابلكيشن لاير. لان الريكوست بتاعك بيعدي على مجموعه من اللايرز. اول لاير هي اللاير اللي بتمثل علاقه ما بين الاثنين ابلكيشن اللي بيتكلموا مع بعض، واللي انت لو بنتكلم مثلا على ويب براوزر فالويب براوزر بيكون هنا، او حتى لو كان موبايل اب فالموبايل اب بيكون هنا، والطرف الثاني هو السيرفيس بروفايدر. العلاقه ما بين الطرفين دول ممكن تكون اتش تي بي. يعني ايه اتش تي بي؟ لو احنا بنتكلم على اتش تي بي 1، اتش بي 1 دوت هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. يعني لازم السندر يبعت تكست يفهمه الريسيفر، ولابد ان التكست دوت يكون له فيرب. ايه الفيرب ده؟ اللي هو جيت، بوست، بوت، اللي احنا شايفينه هنا. وعادة الفيربس ديت ليها معاني احنا بنستخدمها وبنحاول نوحدها من خلال حاجة تانية اسمها الريست بروتوكول. الريست بروتوكول هو بروتوكول اعلى من البروتوكول دوت، او ممكن تقول هو ايه؟ هو نوع من انواع الاتفاق ما بين الطرفين، ان احنا لما نعمل حاجة اسمها جيت، الجيت دوت معناه انك ما تغيرش في الداتا اللي موجوده عند البروفايدر. ولو كان حاجه اسمها بوت، لو انا بعت لك بوت معناها انك تعمل ابديت وهكذا. خلينا نرجع تاني للابلكيشن لاير. يبقى الابلكيشن لاير لانها شغاله اتش تي بي، فالجيت ريكويست هنا هيتبعت على هيئه هايبر تكست لانها هايبر تكست ترانسفير بروتوكول ده 1. اما اتش بي 2 فبيسمح بانك تبعت باينري. احنا هنتكلم هنا على 1. 1 دلوقتي بعتت هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، وعشان يروح للطرف الثاني هيحصل ايه؟ هيمر على مجموعه من اللاير اللي انت بتكون كونسيرند بيها، لكن مش شرط انك بتبقى مهتم بيها بالدرجه الكبيره اللي انك تعمل لها ديزاين. انت بتبقى محتاج بعض الفهم لللايرز اللي بعديها. ليه بقى؟ لان الريكوست دوت هيتحول لمجموعه من الباكيتس. الباكيتس ديت هي عباره عن، انت عارف لما تعمل باكجينج عشان تبعت حاجه لحد تاني، اعتبر انك هتبعت طرد والطرد ده كبير، فما ينفعش تحطه في باكيت واحد،
باعت تحطه في اكتر من باكت وبتبعت الطرد عن طريق شركه بريد. فالمرحله اللي بعديها هي عامله زي بالظبط الباكيتنج دوت، المفروض يكون مناسب لطبيعه الشركه اللي هتبعت. فدي المرحله اللي بعديها واللي احنا بنسميها ايه، الترانسبورت لاير، لانها اتس gonna prepare the request to be able to be transportable ممكن تقول. طيب التي سي بي معناها ايه؟ معناها ان انت هتبعت الباكت ديت ورا بعضيها في مسار كونكشن بيتبني ما بين المرسل والمستقبل. اما اليو دي بي فهي بيكون في اكتر من مسار ممكن يكون بيتبني، ولو حصل ان وقوع لبعض الباكتس هو بيتصرف وبيكون الباكتس ليها بعض التعقيد الزياده. طب ايه الفرق ما بينهم؟ عاده لما بتيجي تبعت تكست او بتبقى معظم الكوميونيكيشنز بتاعتنا بتكون تي سي بي، الا لو كنا بنتكلم على فيديو او اوديو فساعتها ممكن يكون اليو دي بي افضل. دي تفاصيل اكتر مش موضوعها هنا. طيب بس المرحله هنا بعد ما عملنا الباكيتنج ديت بتبقى باينري بيزد على البروتوكول اللي بعديه اللي هو زي التي سي بي، اللي هو الترانسبورت، طريقه الترانسبورت، هنترانسبورت الكلام ده ازاي. طب هي هتروح لفين؟ انت بتكون كاتب دومين ادرس، الدومين ادرس ده بقى بيتفك من خلال دي ان اس ويطلع لنا حاجه اسمها اي بي ادرس، بالظبط كده زي ما تمسك الموبايل وتكتب اسم صاحبك وتعمل كول، في الاخر بتتحول لنمره تليفون عشان نمره التليفون توصل للطرف الثاني. ده اللي اسمه اي بي ادرس. الاي بي ادرس ده بيتفكك واحده واحده طول المسار، وممكن تقرا عنه بشكل اكبر، ودوت اللي بيكون حاصل في النتورك لاير، واللي بتكون من خلال اي بي 6 او اي بي 4. دول البروتوكولز المشهورين في الوقت الحالي كنتورك لاير عشان الترانسفير. وبعد كده يتحول لمجموعه الستريم اوف بايتس. المنطقه بتاعت اللينك لاير تقريبا احنا ما لناش علاقه بيها خالص، سواء هيتحولوا من خلال ساتلايت، سواء هيتحولوا من خلال كيبل، سواء هيتحولوا من خلال فايبر اوبتكس، وات ايفر، المشكله مش بتاعتنا احنا. الفكره ان انت محتاج تفهم هذه العلاقات. طيب السيرفيس بقى بتاعتي اللي بتكون عند البروفايدر، هتلاقي ان انا كاتب لك هنا ايه، ان هو ليه اي بي ادرس ويز بورت، لان هي لما بتوصل عند البروفايدر اللي بيحصل ان البروفايدر دوت رغم ان هو ليه الاي بي ادرس اللي احنا اتكلمنا عنه، انما هو محتاج بورت عشان ناكسس منه. وزي ما انت حتى عارف ان ال HTTP الديفولت بورت بتاعها لاي ويب سايت هو البورت 80. فانت محتاج هنا ان انت يكون عندك بورت، عشان البورت دوت هو اللي بيكون العنوان بتاع السيرفيس بتاعتك في هذا السيرفر الكبير اللي هو بيهوست حاجات كتير، والحاجات ديت ممكن تكون السيرفيس بتاعتك وامور اخرى، بس كل حاجه منهم ليهم جيت واي صغيره اسمها البورت. يبقى لما تيجي بقى ده بنسميه الادريسنج. الادريسنج عباره عن ايه؟ عباره عن ادرس اللي هو الاي بي ادرس باجزائه الثلاثه، واللي حابب يدرس فيها اكتر يدرس، لان في جزء خاص بالنتورك وجزء خاص بالبي سي نفسه وهكذا، دي ليها تقسيمه. والبورت وهو المنطقه اللي بتعمل فيها اكسس على ابلكيشن معين، فهو بيعمل الكوميونيكيشن بتاعته من خلال البورت دوت، والابلكيشن دوت يمثل بالنسبه لنا هنا السيرفيس بتاعتك اللي هي شغاله. اللي بنتكلم عنه حتى هذه اللحظه هو الدايركت كلاينت تو مايكرو سيرفيس كوميونيكيشن. هنلاقي اول حاجه مثلا بيقول لك ان each microservice has a public endpoint. هو ايه البابليك endpoint؟ هو الادرسنج اللي احنا اتكلمنا عليه من شويه. يعني تعالوا نشوف مع بعض. مثلا هنلاقي ان انا لو عند السيرفيس بتاعتي اهي، السيرفيس بتاعتي ديت ليها اي بي ادرس وليها بورت، الاتنين دول مع بعضيهم بنسميهم اند بوينت. الاند بوينت هو النقطة اللي بوصل بيها للسيرفيس، الاند بوينت اللي بوصل بيها للسيرفيس، الجيت واي بتاعت السيرفيس ديت عشان اقدر ادخل لعالمها الداخلي واقدر استخدم السيرفيس اللي هي بتقدمها. الاند بوينت جزء منها برضو على فكره اليو ار ال. يعني ايه؟ يعني انت لما بتيجي تكتب يو ار ال على بعضه زي اللي هو الجزء بتاع البرودكت، مش في الجزء الاولاني بيكون فيه الدومين نيم وبعد كده بتعمل سلاش وتبدا تكتب اليو ار ال، ده جزء من الاند بوينت عشان تاكسس اكتيفيتي معينه او فانكشن معينه جوه السيرفيس بتاعتي. بنقول ايه بقى هنا؟ بنقول sometimes same URL but with a different TCP port. يعني ايه؟ يعني انا ممكن يكون السيرفيس ديت موجود معاها سيرفيس تانية على نفس السيرفر، السيرفيس التانية ديت يبقى الاند بوينت بتاعت السيرفيس دي بتكون موجودة عند السيرفر دوت واللي بيمثلها الاتنين دول. انا عندي سيرفيس رقم 2، طب اللي السيرفيس رقم 2 على نفس السيرفر معناها ايه؟ معناها ان الاتنين سيرفيس تقريبا ليهم نفس الاي بي ادرس بس has a different port. يبقى كل سيرفيس عندي ممكن يكون لها بورت مختلفة لو عندي أكتر من سيرفيس هوستد على نفس الديفايس، ولكن كل واحدة فيهم ليها البورت بتاعتها. فبالطريقة ديت لما باكسس على الاي بي ادرس دوت مع بورت 1 انا باكسس سيرفيس 1، لكن لما باكسس على نفس الاي بي ادرس بس بورت مختلف يبقى انا باكسس سيرفيس مختلفة. زي ما احنا شايفين هنا ده سامبل لليو ار ال المذكور في الكتاب، وبيأكسس من خلال بورت 88. وطبعا زي ما احنا فاهمين ان كل اليو ار ال دوت بيتحول في الاخر لاي بي ادرس من خلال الدومين نيم سيستم. ان برودكشن بقى عادة بيكون
الفيرتشوال ماشين اللي هي بقى ده كل شويه بقول لك عليها الديفايس ديت اللي هوستد عليها السيرفيسز بتاعتك. في الحقيقه في الدايركت كلاينت تو مايكرو سيرفيس اركتكشر بيقول لك حط لها هنا حاجه بيسموها اللود بالانسر. اللود بالانسر دوت هو الجيت واي للسيرفيس بتاعتك مع عالمك الخارجي. ليه؟ لان انت دايما بتحاول تايزوليت السيرفيس بتاعتك في منطقه عن العالم الخارجي، ولو انت عايزها تكومينيكيت بره النتورك فانت محتاج زي لود بالانسر او جيت واي تسمح لها بالتعامل مع العالم الخارجي. هنا مش بتكلم على الجيت واي باترن، لا انا بتكلم على اللود بالانسر. اللود بالانسر ده فايدته ايه؟ ان انت لو قدرت تعمل اكتر من انستنس مثلا من نفس السيرفيس، اللود بالانسر يقدر يوزع ايه الريكوستس على السيرفيسز المختلفه. دي واحده. الثانيه، كل بتوع الكلاود يعني تقريبا كل كلاود بروفايدرز بيقول لك اذا انت كنت عايز تخلي السيرفيس بتاعتك مكشوفه لبره، لابد انك تكريت لها اللود بالانسر وتدي اللود بالانسر بقى اي بي ادرس، والاي بي ادرس دوت هو بقى الاي بي ادرس اللي انت بتستخدمه عشان تادرس السيرفيسز جوه، ومحتاج تماب الانترنال ادرس مع الاي بي ادرس دوت مع اللي هو عشان السيرفيس تظهر بالنسبه للعالم الخارجي. احيانا الحاجات دي انت ما بتحتاجش تعملها قوي لو انت مثلا استخدمت كل الفيرشواليه لوان سيرفيس، فكنت بس ساعتها الكوست بيكون عالي جدا. مش زي ما تستخدم بقى دوكرايزيشن وتكسبوز السيرفيسز ديت من خلال بورتس بالنسبه للود بالانسر واحد لكل المايكرو سيرفيسز اللي عندك موجوده جوه. طبعا ده مش افضل حاجه. انا هنا بتكلم على ايه؟ دايركت كلاينت ومايكرو سيرفيس كوميونيكيشن. لسه في نوع تاني من الكوميونيكيشن، لسه في نوع تاني من الكوميونيكيشن هنتكلم عنه بعد وقت صغير دلوقتي. ما تنساش طبعا سكيور السيرفيس بتاعتك بالاس اس ال، ودي حاجه مفروغ منها. الكلام اللي قلناه لحد دلوقتي works fine for small applications، لكن في الابليكيشنز الكبيره الكلام دوت في الحقيقه ليس افضل شيء وما بينفعش قوي، لان انا بيكون عندي سيرفيسز كتير. طب ايه المشكله اللي بتحصل لما بيكون عندي سيرفيسز كتير؟ تعالوا نشوف مع بعض. اول حاجه ان انا بحتاج امانج many addresses between front end and microservice. دلوقتي انت بيكون عندك اكتر من مايكرو سيرفيس زي اللي احنا شفناه قبل كده، دول 3 سيرفيسز مختلفه، سيرفيس 1 و2 و3 اللي هي مثلا تمثل بالنسبه لي البرودكت كاتالوج والاوردر والكارت مثلا. طيب انا عندي هنا موبايل اب، انا عشان ابعت الريكوست ده ليه اي بي ادرس وبورت، وده برضو ليه اي بي ادرس وبورت، يعني كان ده ليه ادرس 1 وده ليه ادرس 2 وده ليه ادرس 3. هنا في جوه الموبايل اب انا محتاج يكون عندي الكوميونيكيشن مع كل الادرسيز ده. انا احكي لك موقف حقيقي حصل بالنسبه لنا في هذه الجزئيه. كنا في احد السيستمز اللي فيها حوالي 10 15 سيرفيس، وكنا بنعمل دايركت كوميونيكيشن مع المايكرو سيرفيسز بتاعتنا. ايه اللي حصل لما جينا نعمل مايجريشن للكلاود؟ معناها ان احنا بنمايجريت الاي بي ادرسز بتاعتنا. بعض الناس تقول لك طب انت ما بتستخدمش دومين. كنا بنستخدم دومين، بس انت وانت بتمايجريت الدومين هيحصل داون تايم. اللي بيحصل ان انت محتاج تابديت كل الادرسز اللي موجوده في الموبايل ابلكيشن، لان انت عندك هنا سيرفيس كوميونيكيشن لاير او ممكن تقول عليها سيرفيس لاير، وهي اللي هي بتكون فيها البروكسي اللي بيكلم السيرفيس دي. انت محتاج تعدل كل الادرسز اللي موجوده عندك هنا عشان تكلم الناحيه الثانيه. لو حصل في اي لحظه وقررت انك تغير مكان سيرفيس لسبب ما سواء سكيلينج او بتاع، انت اصبحت هنا كابلد بالادرس، لان الموبايل عارف الادرس الحقيقي لكل سيرفيس. دي واحده. الناحيه الثانيه ان ممكن تكون مشكله سكيورتي، يبقى هو بيقلل لك الفلكسبيليتي بشكل عام. انت محتاج تمانج ماني ادرسيز في نفس الوقت جوه الموبايل اب او جوه الويب اب اللي بيتكلم مع السيرفيسز بتاعتك. تاني حاجه to build a single UI screen increases the number of round trips. انا دلوقتي عايز اجيب مثلا اجيب منتج من البرودكت كاتالوج، او عايز اجيب فاتوره. انا عشان اجيب الفاتوره ديت بكل بياناتها انا محتاج الفاتوره والاي ديز اللي فيها. عايز اجيب بقى التايتلز من البرودكت كاتالوج، معناها ان انا محتاج اعمل كول هنا عشان يجيب لي الفاتوره، واعمل فور لوب لكل اوردر لاين اجيب ايه البرودكت بتاعي من هنا. دي ميني راوند تريبس، ميني ريكويستس عشان اعمل سمبل اكشن زي دوت من الموبايل. ببعت ريكويستس على مسافه كبيره اللي هي ممكن تكون ملي سكندز، بس مع الفور لوب ومع كل الكلام دوت هتتحول ممكن لسكندز. ده طبعا بينكريز الليتنسي والكومبلكسيتي. يبقى اول دروباك عندنا زي ما احنا شايفين كده. يبقى الحل لحاجه زي كده ايه؟ عشان اعمل الكلام دوت انا محتاج ابني لاير للاجريجيشن. اللاير بتاعت الاجريجيشن دي المفروض انها تكون في الباك اند. تعالوا نشوف مع بعض اكتر مشاكل اخرى. الكروس كاتنج كونسيرنز. لو انتوا فاكرين الكروس كاتنج كونسيرنز هي الكونسيرنز اللي بتكون عند كل السيرفيس او عند كل الابلكيشن بتاعي، دي بنسميها كروس كاتنج كونسيرنز. زي الاوثنتيكيشن. لو احنا خدنا الاوثنتيكيشن كمثال، انا محتاج في كل سيرفيس عندي اهندل الاوثنتيكيشن، يعني هنا هندل الاوثنتيكيشن، وهنا اتاكد ان التوكيت سليم، وهنا وهنا وهنا. في حين ان انا لو كان عندي لاير
اللاير ديت قبل السيرفيسز دي كلها هي اللي بتعمل اوثنتيكيشن، وكل السيرفيسز محطوطه في كلاستر محمي زي ما احنا بنقول هنا، محطوطه في كلاستر محمي قبل اللاير ديت. في هذه الحاله اللاير ديت هي المسؤوله عن الاوثنتيكيشن، لان ما حدش هيقدر ياكسس السيرفيسز ديت غير من خلال اللاير دي، واللاير بعد كده تفورورد الريكوست للسيرفيس وتقدر ترجع بالريسبونس لليو اي. فالكروس كاتنج كونسيرنز كده اصبحت اسهل بكتير. من ضمن الكروس كاتنج كونسيرنز عدد الريكوستات اللي بتتبعت للسيرفيسز، مثلا لو انت بتعمل لي اوفر ويلمنج بالريكوستس استوب ريسيفنج فروم يو اني مور ريكوستس، بدل ما اقدر ابرمجها في كل سيرفيس انا عزلت الكروس كاتنج كونسيرنز ديت في لاير مختلفه اللي هي بعد كده ان شاء الله هنتعرف عليها وهنسميها الجيت واي. تالت عيب في الموضوع دوت البروتوكولز. عاده السيرفيسز وهي بتكومينيكيت مع بعضيها عايزه تكومينيكيت بسرعه جدا، فالكوميونيكيشن هنا بيكون باينري، بنستخدم بروتوكولز باينري. البروتوكولز ديت ممكن تكون زي الاي ام كيو بي، وده بروتوكول ا كايند اوف ايفنت دريفن بروتوكول يعني، والجي او جي ار بي سي، ودوت بيشيل الاثنين، تقدر تعمل تشانل رايح جاي وتقدر برضو تعملها زي ريكوست ريسبونس. المهم ان في الاخر الجي ار بي سي والاي ام كيو بي both are binary, they are not البروتوكول، دول ليسوا البروتوكولز اللي بتستخدمهم من الموبايل او ويب سايت عشان يتكلم مع باك اند. عاده احنا بنستخدم لما بيكون في ويب سايت او موبايل هيكلم الباك اند، احنا بنستخدم اي باينري بروتوكول، اسف مش باينري بروتوكول، تكست بروتوكول، واللي هو مشهور اسمه ال اتش تي بي، هايبر تكست ترانسفير بروتوكول، واللي بيكون عاده بيكون ريست. واذا انت حبيت تستخدم حاجه غيره عشان تقول اسرع الكوميونيكيشن، مفيش هدف كبير قوي لتسريع الكوميونيكيشن ما بين التيرمينال اللي هي بعيده قوي زي الموبايل عن السيرفيس بتاعتك، وموجود في النص هنا عالم ضخم كده من الكلاود. الكلاود دي اللي هي الانترنت اقصد بيها يعني، مش الكلاود العاديه. فكل هذه النودز اللي بتعدي في النص اكيد التارجت مش انك عايز توبتمايز الكوميونيكيشن نفسه. فالريست بروتوكول هو رائع، وفي نفس الوقت لو انت استخدمت ال HTTP1 مع الريست انت تقدر تحصل على مزايا ال SSL والانكريبشن بطريقه سهله وسلسه، بتقدر تحصل على مزايا كتير جدا من ان انت بتستخدم الاوبن اوثنتيكيشن 2. فما توجهك ناحيه انك تقول انا هستخدم الجي ار بي سي ما بين الموبايل والسيرفيسز ليس بالتوجه الافضل، وليس بالحل اللي ممكن يكون خيار افضل، بل انك تستخدم ال HTTP1 هايبر تكست ترانسفير بروتوكول مع ريست ممكن يكون اسهل بكتير وافضل بكتير ومور افيشنت. طيب الفرونت اند عاده بتستخدم زي ما قلنا ال HTTP، ودول بيستخدموا مع بعض في الكوميونيكيشن الجي ار بي سي. يبقى انت محتاج تخلي السيرفيس بقى ليها اتنين جيت واي لو هتستخدم الدايركت كول، لان السيرفيس عشان الموبايل يقدر يكلمها هتكلمها ريست، يعني هتكلمها اتش تي بي، فانت محتاج جيت واي هنا ومحتاج جيت واي ثانيه هنا، يعني انت بتمنتين جوه نفس السيرفيس نوعين من الكوميونيكيشن. طب ما الافضل ان انا ارحل الكلام دوت على لاير قبليها اللي احنا هنسميها ان شاء الله الجيت واي. يبقى ده ثالث سبب احنا محتاجين ان الموضوع بتاع الدايركت كوميونيكيشن قد لا يكون الافضل. controlling exposing services to different app. انا لو عندي سيرفيس 1 وسيرفيس 2 دول عايز اظهرهم للموبايل اب، تمام؟ لا الموبايل اب انه موبايل اب، الموبايل اب اللي بيستخدمه اليوزر العادي. لكن انا عندي هنا سيرفيس 3 وسيرفيس 4، الثلاثه دول بقى او يمكن كلهم مش عايزهم يظهر، يعني الاثنين دول بس هيظهروا لده بس، لكن الباقي كله انا عايزه يظهر للموبايل اب اللي بيمسكه الادمنستريتور. عشان احكم حاجه زي كده لما تكون كل سيرفيس اكسبوزد للعالم الخارجي، انا ممكن بالخطا او حي هاكر يقدر يحصل على الادريسنج من هنا ويبدا يختبر الادريسنج بتاع السيرفيسز ويقدر ياكسس بعض السيرفيسز اللي هو مش من حقه ياكسسها. عشان احكم الموضوع دوت هيكون فيه صعوبه، وان انا اقدر اعرف طبيعه اليوزر واحكم هذا الكلام. فطب ليه ما نطلعوش على لاير اعلى؟ واللاير الاعلى دي اللي احنا بنسميها الجيت واي، واللاير ديت هي اللي بتقرر هتكسبوز مين من السيرفيس. فالاثنين دول اللي فوق ينفع يحصل لهم اكسبوز هنا، اما كله مع بعض كده ينفع يحصل له مثلا اكسبوز هنا، وهكذا. يبقى الواي بقى هنا واي اي بي اي جيت واي. كل الاسباب اللي فاتت هي اللي بتخليني بقول في الاخر ان انا محتاج اي بي اي جيت واي بدل ما اعمل دايركت كلاينت تو مايكرو سيرفيس كوميونيكيشن. ليه؟ لان في هذه الحاله هيكون عندي ليس كابلنج. ادي لك مثال بالكول بتاع 911. في الحقيقه المتصل اللي اتصل ب 911 دوت ما كانش بيتصل ب 911 مباشره، ده كان بيعدي على جيت واي، والجيت واي ديت بتساله هو ايه طبيعه المكالمه بتاعتك، اذا كان يعرف، او ممكن توصله بشكل هي اللي بتقرر هتوصله لانه شخص فاضي دلوقتي عشان يساعده. انت لما بتتصل بالبيتزا بيسالك ممكن بعض الحاجات عشان يوديك للكاستمر سبورت، ولا انت عايز تعمل طلب جديد. يعني انت في الحقيقه في معظم الاوقات لما بتتصل بمؤسسه هتخدمك انت بتعدي اصلا على جيت واي، ما بيكونش دايركت
client to service call. بس احنا ابتدينا المثال كده عشان نسهله لك ونوضحه لك. طب تعالى بقى نشوف. يبقى اول حاجه الكابلنج، انت هنا مش كابلد بالسيرفيس زي ما قلنا. لما بحرك السيرفيس بيأثر على الابلكيشن بتاعي اللي في الموبايل، لو غيرت مكانها، لو عملت لها سكيلينج، لو غيرت التكنولوجي، لو غيرت الكلاود. فانا لما بعمل اندايركت كول من خلال جيت واي انا بقلل الكابلنج، لان بقت في لاير في النص هي اللي بتمانج الكوميونيكيشن دوت. تاني حاجه الراوند تريب، ما بقاش عندي راوند تريب. ليه؟ لان انا لما بيكون عندي ادي سيرفيس 1 وادي سيرفيس 2، السيرفيس ديت اللي فيها الاوردرز زي ما قلنا في مثال الاوردرز، والسيرفيس دوت فيه البرودكت كاتالوج. طب انا عايز اجيب الاوردر على بعضه، انا اقدر اعمل سيرفيس هنا. السيرفيس ديت بنسميها كويري سيرفيس، والسيرفيس ديت هي بتاخد من هنا الاوردرز وبتاخد هنا البرودكت كاتالوج، كله في السيرفر سايد وكلهم جنب بعض جوه نفس النتورك. الكوميونيكيشن ما بينهم عالي جدا، الكوميونيكيشن نوعه باينري جي ار بي سي، سرعته عاليه جدا. وبعد كده يرجع الريزلت النهائيه للموبايل اللي هو مش شايف غير الجيت واي، وبترجي له الفاتوره كامله عشان يعرضها، مش هو اللي بيبعت الديفرنت ريكويستس. فبالتبعيه اقل في عدد الراوند تريبس بشكل كبير. السكيورتي ايشوز دلوقتي كل السكيورتي ايشوز بقت في الجيت واي هنا اهو، ما اصبحتش في السيرفيس. فبالتبعيه اقدر احسن السكيورتي. مش هنسى سيرفيس من السيرفيسز مثلا ونسيت اعمل لها سكيورتي. لو ضفت فيتشر سكيورتي جديده زي مثلا مالتيبل اوثنتيكيشن او ايا كان طريقه استخراج التوكن، عمر التوكن وكل هذا الكلام، الكلام ده ما اصبحش متوزع على السيرفيسز، لا ده هو اصبح محصور في مكان واحد. فالسكيورتي ايشوز اكيد بتكون افضل. السيرفيسز مش اكسبوزد بشكل مباشر، فبالتبعيه ما حدش يقدر اكسس من السيرفيسز غير ما سمحت ان هو يظهر من خلال الجيت واي. فاكيد مور سكيورتي بشكل كبير جدا. اخر حاجه better handling للكروس كاتنج كونسيرنز. كل الكروس كاتنج كونسيرنز بقت متهندله من خلال الجيت واي، سواء بقى عدد الريكوستات بير سكند اللي هو بنسميه ثروبوت، سواء كانت سكيورتي زي الاوثنتيكيشن والاوثرايزيشن، وكل هذه الامور اصبحت في هذه اللاير بدل ما كانت محمله على السيرفيسز نفسها. اظن الحلقه النهارده فهمتك ايه فايده الجيت واي واقنعتك باهميته. في الحلقه الجايه ان شاء الله هنغوص اكثر في الجيت واي ونشوف ازاي اتطبقت على السيستم بتاعتنا. شكرا ليكم، وما تنسوش إخواننا اللي بيقصفوا كل يوم بالدعاء وبالتبرع. بارك الله فيكم، ولتعلموا أن نصرتكم ليهم مهمة جدا جدا. النصرة بالدعاء ده شيء مهم جدا، النصرة بالمقاطعة شيء مهم جدا جدا، لأن أنت مطالب بأنك تاخد خطوة، فخذ هذه الخطوة دائما مع الله للأمام، ولا تأخذ هذه الخطوة للخلف فتلقى الله سبحانه وتعالى وقد استبدلك بغيرك وحاسبك على تقصيرك. ألقاكم على خير. شير، لايك، سبسكرايب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شدوا بعضكم يا أهل فلسطين، شدوا بعضكم. ايدينا وحدي يا ستي، والله ايدينا وحدي. ما ودعتكم رحلة فلسطين، ما ودعتكم. ما بنسى أرضي في قلبي، والله ما بنسى أرضي. عوارك صيني لست بالحبر، عوارك صيني. بكتب بدمي حبك يا بلادي، بكتب بدمي. يا فلسطيني علي زرالك يا فلسطيني.